من يومين جارتي ام يوسف جات لي زعلانه والهم راكبها. قلت لها مالك يا اختي في ايه احكي لي. قالت لي تخيلي انا بقالي 14 سنه متجوزه ولسه ما اعرفش جوزي بيقبض كام، وكل لما اساله يقول لي مالكيش دعوه، بقبض 1000 بقبض 100 انت ليكي ان كل طلباتك تتجاب وخلاص. ولقيتها بتقول لي ازاي نكون مع بعض كل السنين دي وما اعرفش بيقبض كام ولا معاه ايه، ده احنا المفروض واحد وستر وغطا على بعض وبيننا عيال وعشره سنين. انا حاولت اهديها واواسيها واقول لها يا عبيطه كده احسن لي، هتشغلي بالك واحسن ما تشيلي الهم والعيشه غاليه. والراجل خلاص دماغه قفلت ومش هيقول، والعمليه مش ناقصه اصلها مشاكل وخناقات، وهو طالما مكفي بيته هو حر ومن حكم في ماله ما ظلم زي ما هو قال. لكن الموضوع فضل في بالي وقلت اشارككم فيه. هو طبيعي فعلا انك تتجوزي شخص وتعيشي معاه وما تعرفيش هو بيقبض كام؟ وهل من حق الستات تعرف مرتب جوزها ولا لا؟ انا رايي ان في 3 حالات. اول حاجه من حقها تعرف بس برضا الزوج علشان تشاركوا في المصاريف وتدبق وتوفر وكده، يعني علشان معروف ان الستات بتوفر ومش مسرفه زي الرجاله، وهي بتفضل تدبرها شويه من هنا على شويه من هناك وبتدخل جمعيات وتدفع الاقساط والفواتير من غير ما الراجل يعرف اي حاجه، فكده هي بتشيل المسؤوليه معاه. والله هي المسؤوله، لو في فلوس متيسره بتبقى عارفه امتى تبحبحها عليهم وامتى تقرطها، ولو الظروف مش احسن حاجه بتعرف برضو تظبط الدنيا وما بتحرمش حد من حاجه. من الاخر كده لو ما قلتلهاش انت الخسران، بس انت حر، والراجل اللي من النوع ده مش غلطان. تاني حاجه، في رجاله شايفه ان مراتاتها مش لازم تعرف مرتبه، وبيقول في دماغه اصل هتستفيد ايه طالما انا بصرف وبجيب طلبات بيتي. بيبقى عايز بقى يشهيص نفسه بالفلوس، يحوش ما يحوش، يصرف ما يصرفش، طالما هو مقتنع ان عامل اللي عليه وزياده ببيته. وهيقول لك هتحتاجي ايه تاني ما انت طلباتك مجابه وانا شايل المسؤوليه لوحدي زي عمك ابو يوسف كده. خلاص يا عم ابو يوسف براحتك كده طالما شايف طلبات بيت. تالت حاله، في رجاله عندهم حق ان هم ما يعرفوش مراتاتهم مرتبهم كام. اصل في ستات بعيد عنكم، اول ما تعرف ان الراجل معاه فلوس اصرف 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 اصرف، ما بتخليش لا بتعرف تحوش ولا بتعرف تصرف ولا بتعرف تتصرف. كل الحالات دي انا عايزه الستات ما تتضايقش ان هي ما تعرفش مرتب جوزها، ولا تحسي بقى ان هو مش بيثق فيكي وبيخبي عليكي حاجه. زي ما قلت ما دام الراجل مش مقصر ما تنكديش عليه. قولي لي بقى في الكومنتات تعرفي مرتب جوزك ولا لا؟